هاي يا جماعة، أهلا وسهلا بكم فيديو جديد على قناتي ندى تي في. إن شاء الله تكونوا كامل مليح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم بقراتة فوق واعر كيما راكم تشوفوا ديك التحميرة اللي من فوق. الله الله بالفورمة ديك التحميرة ديالو، وقراتة اقتصادي راح تجيكم كونتيتي الله يبارك، يعني فيه البركة ما شاء الله. شوفوا غير بشوية بصدر تاع دجاج وشوية بطاطا راح ديري قيس 3 مول تاع بطاطا تاع كرات عفوا. كيما راكم تشوفوا درت 3، واحد صغير وزوج الله يبارك كبار عليهم، حياكلوا حتى يشبعوا. والبنه ما نحكيلكش بزاف 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 بنين بزاف واو. ويلا نبداو الفيديو تاعنا. قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم تنساوش تعملوا لايك تشتركوا في القناه، وانا حطيت لكم تاني التيك توك تاعي والانستغرام تاعي. بيان سور اللي حبت يتبعوني بيان سور ثما ثاني ندير لي فيديو ونكون توجور، يعني ماذا بكم يعني تدخلوا وتضربوا طله وتدعمونا. ويلا نبداو اللاغوسيت تاعنا تاع نهار اليوم. وهنايا كيما راكم تشوفوا اول حاجه درتها قطعت الدجاج دي مورسو، درت له شويه تاع زيت الزيتون، درتو انا بزيت الزيتون وانه يكون صحي كيما قلت لكم. ودرت قطعت الدجاج دي مورسو بيان سور، درت شويه زنجبيل شويه فلفل شويه راس الحانوت شويه عكلي شويه زنجبيل شويه كركم، هادو هما نورمالمون كامل ملح واكسترا. واش عندك دوزين تاع الدجاج حطيه يعني باش تجيب زبنينه. وبيان سور تابل تاع الدجاج اذا كان متوفر، ما كانش عندي متوفر ايبا درت هادو هما لي زيبيس اللي درتهم. انا خلطتهم مليح تبلتهم مليح 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 كيما راكم تشوفوا هكا. دخلوا لي زيبيس فيه مليح مليح، ومن بعد تحطوه يطيب على نار قليله بعقلو. انا زدت له شويه تاع الثوم، تعطي له بنه تاني خياليه. درت له قص صوص تاع الثوم ولا هذيك هي، وحطيه يطيب على نار قليله. هنا تنحي الدجاج ابا وما تبداي تقشري البطاطا، ومن بعد تروحي للبيشاميل ديالك. هنا بديت نقشر البطاطا تاعي ونقطعها، وتاني الزيت ديالي كان تسخن باش تاني نقلي البطاطا، يعني حاجه خفيفه باش تشدلك كامل اليد. كيما راكم تشوفوا هنايا غسلت نقيت البطاطا وغسلتها وكلش، ورحت دوكا نقطعها بالاله هذه اللي مالفه نوريها لكم في الفيديو من قبل، اللي تساعدني بزاف خير ما نقعد يعني فيديو يعني بالزربه. وكنت نكره نقطع البطاطا وليت بالزربه تحطيها تخرج الحبه مقطعه بالزربه يعني تمتم. المهم هنايا كي تكون الحبه كبيره ولا نقطعها على زوج باسكو ماش تخرج لي، لازم لها شويه صحه هديه مي كي توال فيها صعيبه يعني. هنا الدجاج تاعي كان طاب، حطيته على نار قليله وكان طاو. البطاطا بدات تقلى، نحطو دوكا ابار من الجهه اللي من لهيه، ونروح دوكا ندير انا البيشاميل ديالي. والبطاطا كانت طيب شويه النار ما كانتش مليحه. المهم انا استعملت هاد الفرماج هذا اللي هايل اللي حيدوب من الفوق وهايل وماشي غالي، ننصحكم به. المهم جبت هاد البلو هذايا خير من الغوج. المهم درت منه كونتيتي كبيره وباش نحطوه من الفوق، نحط شويه من تحت شويه من الفوق نزين به هكاك باش تعطيني هذيك التحميره الشابه. شوفي الديبي تاع الفيديو كي وريت لكم الكغاتان تاعي كيفاش خرج لي هذيك التحميره هذيك هي من هذا الفورماج يعني هايل. بيان سور هنا بديت ندير البيشاميل ديالي، درت كميه تاع الزبده ودرت بعد ما دابت لي زدت لها لافارين قسمو غرفه كبيره، ومن بعد درت الحليب وهذه هي البيشاميل. ودير لها شويه جوز الطيب، انا ما كانش عندي درت لها شويه تاع الكحل وشويه تاع ملح. هي حاطه لو كان تكون عندكم جوز الطيب، انا ما عنديش عندي بزاف ما شريتوش جوز الطيب. كيما راكم تشوفوا هنايا اني بعد ما ذوبت الزبده زدت لها الفارينه كيما راكم تشوفوا هنا، وطفت عليهم الحليب. يعني ما كانش اللي ما يعرفش يدير البيشاميل مي درتها معكم، حبيت انه نشاركها معكم. نعم اي وحده ما تعرفش ولا ماشي عيب. المهم هذه هي بالزربه تاع الطيب، وكي تتقال بيان سور طفي عليها. ها هو القوام ديالنا تاع البيشاميل تاعي. انا ما حبيتش نديرها ثقيله بزاف، درتها شويه عاقده. المهم تعقد لكم. هنايا بديت نجيب المول تاعي، جبت 3 مول هذاك صغير وهاد زوج كبار تاع لي كاطا. وبديت مع الاول حطيت البيشاميل كيما راكم تشوفوا، دهنت المول تاعي بالبيشاميل. ومن بعد هذيك بديت نحط كميه تاع البطاطا كيما راكم تشوفوا. شوفوا كل شويه شويه وجا كونتيتي كبيره يعني البركه. المهم حطيت شويه تاع بطاطا ومن بعد نحط شويه تاع الدجاج اللي دوزناه. الله الله راهو شاهي. راكم التتبيله تاع الدجاج وكيفاش دوزنوا الدجاج هو اللي حيدير البنه فوق في الكراته هكايا. ومن بعد بديت نحط حطيت فوق شويه تاع فرomاج غابي باسكو ما كانش عندي فرماج حب. يعني فرماج تاع
الفرماج ما كانش عندي بان درت بها غير بهذا، درت يعني كراطه نتاعي. نتوما تحبوا تزيدوا فرماج حب زيدوا، المهم لا فرماج كاري ولا كل واحد واش يسميه. هاكا زدت حاولت حطيت عليها البطاطا ودوك نحط البيشاميل من الفوق، وهذه هي الكاطان ديالي. وبيان سور من الفوق نزيد لها البيشاميل، نغطيها بالبيشاميل ونزيد نحط لها داك لو فرماج رابي هذاك، نزيد نحطو من الفوق الحيطينه تحميره. واو نجربوه ما تندموش، هذاك الفرماج ورخيص وهايل وبوله كبيره عليه. هذه هي الكاطا تاعنا لي 3 كاطا. انا حطيت زوج يطيبوا، ما حطيت الثالث بس ما كفانيش الفوق. كيما تحبوا نتوما، يعني مش يبقبق شويه برك من تحت وتشعلوا له من الفوق، يعني مش يقطع لكم كامل في الفور. هاد انا حطيتهم بين 3 يوم جاني معلوش حاطهم به جنبي ما يكفينيش، الفور تاعي شويه كبير انا جاوني. وهذا هو الكاطا تاعنا. الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه كما قلت في بدايه الفيديو. هو الكاطا تاعنا كما راكم تشوفوا جا واو بنين بزاف. وشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء. باي باي.